في هذا الفيديو القصير سنتحدث عن واحد من أعظم العقول في التاريخ، إسحاق نيوتن، الرجل الذي غير فهمنا للكون والجاذبية والضوء. ولد نيوتن سنة 1643 في إنجلترا، وكان طفلا ضعيفا جدا لدرجة أن أحدا لم يتوقع أن يبقى حيا، ولكنه كبر ودرس في جامعة كامبريدج، وهناك بدأ نبوغه يظهر. عندما كان في العزل بسبب الطاعون جلس في بيته يراقب الطبيعة، وفي يوم ما رأى تفاحة تسقط، فسأل نفسه لماذا سقطت؟ ومن هنا بدأت نظرية الجاذبية. كتب نيوتن كتابا يسمى المبادئ الرياضية، وفيه شرح قوانين الحركة والجاذبية، وهي نفسها التي نستخدمها حتى اليوم في علوم الفضاء والهندسة. ولم يكتف بذلك، فقد أجرى تجارب على الضوء، واكتشف أن الضوء الأبيض يتكون من ألوان الطيف، وذلك باستخدام منشور زجاجي. توفي نيوتن سنة 1727، ولكن أفكاره ما زالت تؤثر في العلم حتى يومنا هذا. إنه واحد من أهم العلماء في التاريخ. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، واستعد لفيديوهات علمية أخرى عن عقول غيرت العالم.